عايزين يشيلوا الرئيس. رئيس مين؟ مبارك. مبارك بتاعنا؟ ايوه. يشيلوه ازاي يعني؟ يشيلوه يزحوه من على الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. 11 فبراير 2011. 11 فبراير اليوم 11 فبراير فكركوش بحاجة التاريخ ده؟ يوم طبعا ما حدش فينا نسيه. تخلي مبارك، تنحى مبارك. تخلي مش مخلوع، اللي بيقول مخلوع جزمة بالمناسبة يعني. شغل بهايم أنا مش عايز. استقال الرئيس مبارك أو تنحى الرئيس مبارك. الرئيس الأسبق حسني مبارك قرار إنقاذ مصر. والله هدوس عليكم. عيب يا جدعان، عيب يا جدعان. ما تطلعش تقول استقال المخلوع، المخلوع ده جبتوها منين؟ لو مسكتك هنيئا لك. وأنا بقول المعنى الصح، قرار إنقاذ مصر. في ناس هيقولوا لي يا تامر لا لو سمحت ما تقولش تنحي، قول عزل. قولوا اللي تقولوه. أنا مش بدافع عن حد، أنا بقول درس في المهنية. قرأ البيان اللواء عمر سليمان على الرئيس الأسبق مبارك. الرئيس الأسبق قال أنا موافق على هذا البيان، ولكن بدل كلمة تنحي غيرها بكلمة تخلى. يا سلام على التواضع. عجبكم السبع 8 سنين اللي ضيعناهم من عمرنا؟ أنا فقط كنت أحاول أعيد المشهد ليوم 11 فبراير. عجبكم؟ انبسطتوا يعني؟ هو كده ده النزعة الثورية؟ هي دي السياسة؟ هي دي الوطنية من وجهة نظركم؟ بدل انه تنحى عن الحكم انه تخلى عن الحكم، وبالفعل مظبوط. النهارده ذكرى التنحي او يوم التنحي او يوم التفويض او يوم العزل او يوم، لان خد بالكم كلمه، حتى تخيلوا حتى اختيار الكلمه. مالك يا واد؟ عايزين اعمل ايه ياما؟ سيبني في حالي بقى. يبقى الضمير والشهاده والاحترام يا ابني تعبتني. لاقول ان محمد حسني مبارك كان رجلا وطنيا مخلصا. يا ولاد المثل. والمصالح تقف والعجله ما تدورش يا عم. يبقى الرئيس ولا مش الرئيس؟ رئيس طبعا. مش عايز اتكلم عنهم كتير، الحقيقه اللي هم عملوه كفيل بان هو يخليهم يعني يعرفوا انا نفسي اقول ايه. ازي حضرتك يا استاذ وهبي؟ جاي الخرا يا فندم، والله ده الخرا احسن مني. 5 بالحب. عيب يا جدعان، عيب يا جدعان.